مرحبا، السلام عليكم. أنا اسمي مصطفى عبجي، ممثل من فرقة الإباء المسرحية مع الأستاذ والكاتب والمخرج صادق أسود. اشتغلت مع الأستاذ صادق تقريبا 5 سنين من وقت ما تأسست الفرقة. تأسست عنده بالبيت، يعني كان هو الأب الروحي لنا للفرقة، يعني أكلين شاربين نايمين عنده بالبيت، يعني كان بمثابة أب لنا. الحمد لله اشتغلنا شغل ممتاز ورائع بسوريا وبحلب، نعرفنا انشهرنا بحلب، ولحد الآن في شباب وصبايا عم يشتغلوا، بذكر اسمهم جهاد خربطلي، إبراهيم غباش، رامي قرطا، لحد الآن عم يشتغلوا بحلب. وأنا بسبب مواقفي السياسية الله عم بشتغل بتركيا، هلا حاليا بمؤسسة رؤيا لإنتاج وتوزيع تلفزيوني بدوبلاج مسلسلات تركية. الأستاذ صادق يعني غني عن التعريف، كان أب لنا وأخ كبير لنا، يعني غير مخرجين ممكن يعني ما يعني يتعاملوا معك بصرارة. هلا حتى الآن يعني في صور لنا ببروفا لنا باشتغلناها بالمركز الثقافي، بعث لي اياهم الأستاذ صادق على الفيس بعيد ميلادي. يعني شوفوا الصور بروفات، ضحك ولعب. غير مخرجين كان حازم معنا، غير المخرجين يكونوا حازمين، يكونوا يعني انه اخذ دور مخرج. اما الاستاذ صادق كان اخ لنا، مزح لعب ضحك، وكنا ناخذ تفاؤل منه والثقة منه. الحمد لله يعني تعلمت كتابة سيناريو منه، كل شيء تعلمت منه، حتى لي مسلسلات على اليوتيوب، طبعا مسلسلات معارضة. ايه يعني استاذ صادق، إلي الشرف إني أكون من فرقتك، إلي الشرف إني اسمي من فرقة الإباء المسرحية. الله يخلي لنا إياك، وإن شاء الله يعني رح نشتغل عمل سوا ونرجع نجتمع سوا. متأكد أن الأستاذ صادق كان أخ لنا، مزح لعب ضحك، وكنا ناخذ تفاؤل منه والثقة منه. الحمد لله يعني تعلمت كتابة سيناريو منه، كل شيء تعلمت منه، حتى لي مسلسلات على اليوتيوب، طبعا مسلسلات معارضة. ايه يعني استاذ صادق، إلي الشرف إني أكون من فرقتك، إلي الشرف إني اسمي من فرقة الإباء المسرحية. الله يخلي لنا إياك، وإن شاء الله يعني رح نشتغل عمل سوا ونرجع نجتمع سوا. متأكد إنه الأستاذ صادق هلا عم يعاملكم مثل ما كان يعاملنا وأكثر. يعني كان بيته مفتوح للكل، لشباب الفرقة لصبايا الفرقة، كان بيته مفتوح للكل، اكلين شاربين نايمين عنده بالبيت. يعني ما اطلع عنده بالبيت للساعة 12 وحدة بالليل 2 بالليل، نخلص بروفات نطلع. يعني كتير تعذبنا لحتى وصل اسم الفرقة وكبر اسم الفرقة، وإن شاء الله مع الأيام رح يكبر أكتر وأكتر. أنا مصطفى عبجي من اسطنبول.